واحدة بتسأل سؤال: أنا عندي طفل سنه 5 سنوات، قال لي يا ماما أنا بكره يسوع لأنه من اليهود اللي بيقتلوا الأطفال، ماذا أرد على هذا الطفل في هذا السن؟ قبل ما أجاوب السؤال أحب أوجه السؤال للخدام والخادمات بتوع دراسة حضانة وأولى وتانية وتالتة ابتدائي. مش كل حاجة تتحكي للأطفال بالتفصيل، مش كل حاجة تتحكي للأطفال بالتفصيل. ليه مثلا ما اللي هيفيدني لما اجي لطفل صغير واقول لهم اصل يسوع من اليهود؟ يعني ده طفل صغير لما يكبر يفهم. او مثلا تبص تلاقي تيجي واحدة خادمة ولا خادم لحضانة وأولى ابتدائي وتانية ويقعدوا يتكلموا على الألمات اللي شافها ماري جرجس والعذابات اللي تعذبها. طبعا طفل زي كده لما يقرأ على العذاب والألام تفتكر يقول لك أمشي في سكة يسوع؟ طبعا ده ما يعرفش. يعني ده بولس الرسول اللي بيقول لك إيه: لما كنتم أطفال سقيتكم لبن. تصور كده واحدة ست عندها طفل مولود ما كملش 6 شهور، جابت حتة ليا وسيحتها وحطتها في الببرونة وسقتها له، تعمل ايه؟ تقضي عليه. تقضي عليه؟ ده انا بديله الدسم الكامل. لا، ده ربنا بيدي كل حاجة بالتدريج. ده الأم بمجرد ما الطفل بينزل من بطنها بينزل من صدرها لبن خالي الدسم، يسموه سرسوب. سرسوب يعني زي مية فيها حاجات خفيفة من الدسم، ويبتدي مع الأيام يبتدي الدسم يعمل ايه؟ يزيد يزيد يزيد، ولما يكبر يبطل مال الطفل، يبتدي نفهم ونعرفه كل حاجة. فأرجو إن إحنا ما نفهمش الأطفال حاجات كده خارجة عن إيمانهم، يعني خارجة عن الحتت اللي هي البسيطة اللي تقدر تخليهم يعيشوا الإيمان كويس. نرجع للسؤال بتاع الست: ماذا تجيب على هذا الطفل اللي هو 5 سنين؟ تقول لي حبيبي انت بتكره يسوع ليه؟ يقول لها لأنه من اليهود. طب واليهود ماله؟ قتلوا الأطفال. طب اليهود قتلوا الأطفال وقتلوا يسوع، يبقى إذا أنت مادام بتكرهه عشان اليهود يبقى أنت بتشارك اليهود في كراهية يسوع، صح ولا لا؟ لا، يسوع لما اتولد قتلوا الأطفال بتوع بيت لحم، وجه لما اليهود نفسهم لما المسيح جه يقدم الخلاص قتلوه. كنت تكره يسوع لو هو اليهود ما عملولوش حاجة وقتلوا الأطفال، لكن ده قبل ما يقتلوا الأطفال قتلوه هو. يبقى إذن هنا أنت لازم تشارك يسوع في إن هم دول اللي كرهوا يسوع وبيكرهوا الأطفال. يبقى إذن كده في الحالة دي إحنا إيماننا بيسوع يدينا الحب الكامل يا أحبائي. واحد بيقول في عظة قلت إن العليقة شجرة شوك والشوك لعنة، واحنا بنشبه العليقة مثال أم النور طباء. فما الحل؟ حبيبي لما بنيجي ناخد مثال مش بناخد مثال بكل الاتجاهات، فهمني؟ أضرب لك مثل. يعني مثلا يسوع الأسد الذي يخرج من سبط يهوذا، شبه يسوع بايه؟ بالاسد. طب ايه رايكم الشيطان اسد يزأر يجول ملتمس من يبتلعه؟ اهو ده اسد وده اسد، بس دي صفه ودي صفه. يسوع اسد في الشجاعه، لكن الشيطان اسد في ايه؟ في الافتراس. فاحنا لما بناخد حاجه بناخد صفه، لكن الحيوان او الكائن او النبات ليه عدة صفات، ليه عدة صفات.
فلما بناخد الصفة لاتجاه معين يا أحبائي، بناخد الصفة لاتجاه معين يا أحبائي. يعني مثلا لما بيقول إن الإنسان الخاطئ ككلب عاد إلى قيعه، إحنا خدنا في الصفة بتاعت الكلب إن لما بيرجع ياكل إيه؟ القيء بتاعه. وده رمز للواحد بعد ما يعترف خطيته يرجع يمتلك خطيته. لكن ايه رأيك ان الكلب رمز للإخلاص، مخلص ووفي لصاحبه؟ فما بناخدش كل الصفات بتاعة الكائن، بناخد صفة معينة. نيجي للعليقة. ايه هي العليقة؟ شجرة حسك. خلي بالكم، شجرة حسك. فاكرين ربنا قال ايه لآدم؟ ملعونة الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك. ايه الفرق بين الشوك والحسك؟ الشوك تروح عنده يشوكك، لكن الحسك دي شجرة تطلع ثمر عامل زي الزيتونة الصغيرة وكله ايه؟ كله شوك، ودي تطير في الهواء. عندنا في الصعيد يسموه شعبيط. يعني تمشي في وسط الزرع كده تبص تلاقي هدومك كلها ايه؟ اترشقت من الحسك وتقعد تنقي فيه. هو ده الحسك. فالعليقة كانت شجرة حسك، والحسك شوك والشوك شوك. بس الفرق بين الاثنين ان الشوك انت بتروح له بايديك برجليك، لكن الحسك بيجي لك لغاية عندك. اصل في لعنة انت بتروح لها، وفي لعنة هي اللي ايه؟ اللي بتجي لك. لما نلاقي ان موسى شاف هذه الشجر بتاع الشوك والحسك ما فيهش مية، ناشف، يعني الخضرة بتاعته ضئيلة. لو ولعت فيه عود كبريت يولع كله. فموسى لما شاف هذه الشجرة ومولعة وما اتحرقتش، فالمرنم شبهها بالعذراء اللي حل المسيح في بطنها ولم تتأثر بشيء، لأنها حاملة جمر اللاهوت. بل عندنا في طقس الكنيسة بيشبه العذراء بالشورية. شورية هارون. الشورية دي جواها النار وبيطلع بخور، بس النار ما حرقتش الشورية. لكن لما تيجي تقول لي طب وانت متأكد انه العليقة هي شجرة شوك؟ اقول لك طب روح طلع لوقا 6:44. ماذا قال يسوع؟ فإنهم لا يشتنون من الشوك تينا. 6:44. إنهم لا يشتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. يبقى العليقة اللي هي شجرة الحسك، مش أنا اللي بقولها، ده هي كلمة العليقة دي شجرة شوك. لكن لما ناخدها بالمعنى الحرفي، شجرة العليقة رمز للصليب، لأن الصليب علامة إيه؟ لعنة. ملعون كل من علق على خشبة. لكن يسوع لما تعلق على خشبة بحبه حرق اللعنة بتاعتها، وأصبح الصليب اللي كان عند الهالكين جهالة أصبح عندنا نحن هو قوة الله. واحد بيسأل سؤال بيقول قريت في يشوع 4 12 حجر التي حملوها الأسباط من باطن نهر الأردن، ولما عبروا قريتها ولم أفهم شيئا. ربنا قال ليشوع اختار 12 واحد من كل سبط واحد ياخد يشيل على كتفه حجر من البرية قبل ما يعبروا ايه؟ الأردن. فكل واحد شايل حجر على كتفه. كم حجر؟ 12 حجر. أول ما وقف النهر نزلوا حطوا ال 12 حجر، عملوهم زي المذبح كده في بطن ايه؟ الأردن.
وخدوا 12 حجر غيرهم من الأردن وطلعوا بهم ايه في الناحية التانية. انت لما تقف تشوفهم تلاقيهم نازلين بكم حجر وطالعين بكم حجر؟ ب12. تقول الله نزلوا بالحجارة وطلعوا بيها. اقول لك لا، حصل عملية استبدال في داخل الأردن. احنا بندخل المعمودية وبنخرج من المعمودية، فبتحصل حالة الاستبدال. ما الفرق بين الحجارة اللي نزلوا بيها؟ حجارة جافة. وما الفرق بين الحجارة اللي طلعوا بيها؟ حجارة لينة ومتشبعة بماء الروح القدس. ده رمز لحياة المعمودية في حياتنا. ارجع اقراها تاني في يشوع 4 هتفهمها. واحد بيقول في سفر الأمثال 29:10 بيقول أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. طب الآية مش صعبة، لكن معلش نشرحها. إيه معنى كلمة؟ هي ممكن تعتبر نبوة. الكامل لا يوجد كامل إلا إيه؟ إلا واحد، يسوع. فاكرين التلاميذ لما جم في السنة الثانية من خدمته وطالعين عيد الفصح، قالوا له انت هتطلع المرة دي عيد الفصح علانية؟ هو طلع علانية في السنة الكام؟ الثالثة. فاهمين؟ يعني السنة الأولى عادي، السنة الثانية التلاميذ طلبوا منه ان يحاول يطلع ويظهر نفسه. السنة الثالثة طلع ودخل أورشليم راكبا على أتان وجحش ابن أتان. ما كانش ينفع يطلع لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية، لأنه هو عارف السنة اللي هيطلع فيها هيقبضوا إيه؟ هيقبضوا عليه. فلم تأتي ساعته بعد. فلما جم في السنة الثانية قالوا له أنت هتطلع علانية؟ قال لهم لا، اطلعوا أنتم. وقال لهم جملة عجيبة: أنتم ساعتكم حاضرة في كل يوم، أما أنا فساعتي ليست حاضرة. إيه معنى الكلام ده؟ أنتوا خطيين، واللي في أورشليم خطيين، وخطيين اتلموا على الخطيين، مش هيتكلموا ضد بعض، الحل من بعضه. الطيور على أشكالها تقع. لكن أنا لما هصعد مش هيقبلوني، لأني أنا بشهد على العالم. تشهد ليه؟ إن أنا الكامل والعالم كله إيه؟ ناقص. وده اللي خلاهم يضطهدوه. فهنا لما بيقول أهل الدماء اللي هم الكهنة والكتبة والفريسيين ومجلس السنهدريم يبغضون الكامل، يكرهوه، مش عايزينه. وعلى رأسهم مين؟ قيافة. يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها. يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها. دول عايزين، وهو قال عارف انكم انتوا عايزين تقتلوني. أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. مين المستقيمين؟ اللي بيؤمنوا به إيمان حقيقي، ودول يتعدوا على الصوابع. يوسف الرامي راح يسأل عن بعد ما مات، يسأل ان ياخد الجثة ويدفنها، ونيقوديموس معاه، ومن تاني ومريم المجدلية اللي رايحة تسأل عن جثته وتقول ان كنت انت حملته قل لي انت حطيته فين وانا اروح اخده. تروحي تاخدي جثة؟ واحدة متشوقة الى جسد المسيح الميت، ونحن ألا نتشوق إلى جسد المسيح الحي ونشبع به يا أحبائي ونتمتع به؟ في سؤال في أشعياء 53، واحد بيقول نبت قدامه كفرخ وكعرق من أيد من أرض يابسة. فبيقول أرجو الشرح. ايه هو الفرخ؟ يعرفوها بتاع الزراعة. البلح، النخل اساسا لازم تجيله حبوب لقاح.
ففي بتطلع نخلة اسمها الفرخ، والفرخ دي بتفرخ من مين؟ من نخلة موجودة. يعني فرخ ذكر، نخلة أنثى، فرخ طالع من أنثى بتطلع. احنا كان عندنا جنينة كانت كبيرة، كان فيها نخلة واحدة فرخ، ما تطلعش بلح، تطلع ثبات، تطلع زباط يعني تطلعها، وبعدين تلاقي فيه حاجات هش كده عاملة زي حبة الكزبرة، مليانة كلها. الهواء أول ما تنشف يعمل إيه؟ يطيرها على باقي النخل. أول ما تروح للنخل تلقح النخل فيثمر، تلقح النخل فيثمر. فبيقول نبت قدامه كفرخ، يعني هو اللي هيدينا الثمر، وهو اللي هيثمر فينا، وهو اللي طالع من نخلة، مش فرخ طالع من فرخ، لا، طالع فرخ طالع من ايه؟ من نخلة، اللي هو نسل ايه؟ نسل المرأة يا حبايبي. ادي معنى كلمة نبت قدامه كفرخ. وبعدين مين اللي بيحمل ثمار اللقاح ويوصلها للنخل؟ الريح، الهواء، اقصد الروح القدس يأخذ من مليء ويعطيكم فتثمروا للمسيح يسوع. تثمروا ثمر أنا ما جبتوش، الأعمال التي أنا أعملها تعملونها وتعملون أعظم منها. إيه رأيكم المسيح في حياته بعد الخدمات دي كلها اللي فضلوا مؤمنين بيه كم نفس؟ 120 نفس. دي ثمرة خدمته، 120 نفس. بطرس وقف وعظة واحدة جاب 3000 نفس لربنا. بس الكتاب يقول مش بطرس، كان الرب يضم أنفس الذين يخلصون إلى الكنيسة. ولما جه الروح القدس يقول لك مثل هبوب ريح، هبوب ريح جه وملأ المكان. هذه معنى كلمة نبت قدامه كفرخ. طيب ككنيسة، كعرق من أرض يابسة. دي بقى العنبة. عرق يعني فرع، تلاقي فرع كده زي ما يكون ميت بتاع عنب، ويحطوه في الأرض ويحطوا له زل ويبتدي يسقوه. بعد ما يشرب تبص تلاقي ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى ينبت ويزرع ويفرع، ويكونوا عاملين له تكعيبة ويبتدي يمد عليها الأفرع بتاعته. فهنا بيقول وكعرق من أرض يابسة. بس العرق كلمة ليه قال من أرض يابسة؟ أصل العنبة بتشرب مية من أرض تحت، لكن ده جاي شارب مية منين؟ من فوق. لأن المية اللي تحت من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن مية فوق من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش أبدا. فدي الصورة اللي ابتدى يصورها للمسيح الروح القدس على لسان أشعياء النبي. بيقول في مزمور 40 آية 2 بيقول أصعدتني من جب الهلاك من طين الحمأة. أرجو التفسير، لأن صاحب السؤال حط آية تانية. إيه هي؟ إن الإنسان الخاطئ الشرير قلنا إنها ككلب عاد إلى قيئه وكخنزير إيه؟ من مراغة الحمأة. خلي بالكم، من مراغة الحمأة. فبيقول إزاي المسيح يسوع بيقول عنه أصعدتني من جب الهلاك؟ بيقول دي عارفينها. إيه جب الهلاك؟ اللي هي الهاوية. والهاوية نزلها ليه يسوع؟ خد باسبور. الهاوية ما تنزلش غير بباسبور. ايه صفة الباسبور اللي ينزل بيه؟ الخاطئ. فعشان شال خطايانا قدم الباسبور، صار خطية لأجلنا. أول ما صار خطية الهاوية قالت اتفضل تعالى. أول ما دخل في معدتها لقيته هو أصلا بلا خطية،
عمل لها ارتكارية ببطنها، ما قدرتش تحتمله. اخرج اخرج، مش طايقاك جوه. قال لها اخد بتوعي معاك، ولو قعد جواها هيقضي عليها. اين غلبتك يا هاوية؟ خد اللي انت عايزه واخرج. واخذ ادم وبنيه وردهم الى ايه؟ الى الفردوس. لكن صاحب السؤال مستغرب من التانية، من طين الحمأة. اولا عايز اقول ايه هو طين الحمأة؟ الطين اللي بيتحط عليه التبن ويتسقي ميه اسمه طين الحمأة. كلمة يحموه يعني ايه؟ يعني يعفنوه، يعني يخمروه، يعني يعمل بكتيريا. وده اللي بيعملوه لما بيجي يعملوا الطوب اللبن اللي هو ايه؟ بيبنوا بيه بعد كده. وده اللي كانوا بيشغلوا فيه اليهود. طب والمسيح يسوع طلع من طين الحمأة. طب ايه الفرق بينه وبين الخطاة؟ لا، الخطاة بقى مراغة الحمأة. يعني المسيح يسوع نزل في طين الحمأة وشال خطيتنا، لأنه بيحبنا لكن يكره الخطية. لكن احنا بقى بنعمل ايه؟ بنتمرغ فيها. المسيح ما تمرغش فيها، شال خطيتنا عشان بيحبنا. يكره الخطية لكن بيحب الخطاة، فشال خطيتنا علشان يخلصنا من الخطية. واحد بيسأل سؤال: كيف أسلك بقوة الاندفاع وليس بقوة الدفع العاطفية؟ من فضلك اشرح لي خطوات التنفيذ بتدقيق، وكيف أعيد بين صوت العاطفة وصوت روح الله بالنعمة، وهل أمتنع أن أكلم أحد عن المسيح أم لا؟ يا صاحب السؤال، إيه الفرق بين قوة الدفع وقوة الاندفاع؟ قوة الدفع عشان أوضحها كده ببساطة، نيجي عند عربية من عربيات القطر على إيه؟ على شريط السكة الحديد، ونعمل إيه؟ ندفعها. لما تدفعها تعمل إيه؟ تجري، بس تجري شوية وبعد كده تبتدي إيه؟ تهدي 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 وتقف. دي اسمها قوة إيه؟ الدفع. طب إيه لقوة الاندفاع؟ إنه نحط للعربية في قلبها موتور والموتور يشتغل. هل هتقف؟ لا، طول ما الموتور مشتغل ماشية. فكلمة قوة الاندفاع يعني قوة من الداخل، لكن قوة الدفع قوة من الخارج. في ناس يجوا بقوة خارجية، عاطفة، جاي لربنا زقة، ويمشي شوية كده أسبوع واثنين وثلاثة وبتاع، وفي الآخر ترجع ريمة لعادتها القديمة. هذا مشي بقوة إيه؟ الدفع. قوة الدفع. أما قوة الاندفاع، الروح القدس شغال في جواه، فالإنسان بيتحرك بقوة يا أحبائي. يبقى حركة الإنسان بقوة. صاحب السؤال بيقول لي حاجة تانية: خطوات التنفيذ. خطوات التنفيذ سهلة جدا. لما يجي لك فكر، المزورة اللي تقيس عليها الفكر الكتاب المقدس، هو ده المزورة. يعني جاني فكرة أعمل كذا، أقول ده ليه مقابل في الكتاب المقدس؟ لو الكتاب المقدس موافق عليه أوافق عليه. يعني ما امشيش بالفكرة اللي تجيني وأنا استحسنها أو أنا أرفضها. لا تمشي ورا قصة أنت ترفضها ولا تستحسنها، لكن امشي ورا فكرة كتاب الله يستحسنها ولا يرفضها بالطريقة دي. عشان كده احنا حتى بنقول عشان ما تكعبلش: سراج لرجلي كلامك. المسيح يسوع لما جه الشيطان يحاربه، هل يسوع جاوبه بكلمة من عنده؟ أبدا، ما جاوبوش ولا بكلمة من عنده. يقول له مكتوب، ده عشان يعلمنا. والعجيبة الأسئلة كلها جاوبها من سفر التثنية. مكتوب ليس بالخبز وحده، مكتوب لا تجرب الرب إلهك،
مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الثلاثة موجودين في سفر التثنية. علشان كده لما بتيجي تقول أنا بمشي بالفكر العاطفي ولا الفكر الروحاني، قيس الفكرة اللي بتجيلك. لو بحسب فكر الله تمشي، مش بفكر الله توقفه. مرة واحد بيسألني سؤال بيقول لي ازاي اجاهد الجهاد القانوني؟ قلت له الجهاد القانوني بسيطة. ايه هو؟ كل اللي يقربك من شمس البر اعمله، وكل اللي يوقفك عن شمس البر اوقفه. يعني اعمل اللي يرضيه ووقف اللي يسعده. لكن بل بيقول هل امتنع ان اكلم احد عن المسيح ام لا؟ طب وليه؟ ما دام ربنا اداك كلمه يبقى تتكلم. بس على فكره التبشير بالكلام ده اقل انواع التبشير، لكن التبشير بالاعمال هو اهم اعمال التبشير. نفسنا ما نكونش وعاظ، لكن نفسنا نكون عظات. كل واحد عظة في حياته وعظة في تصرفاته يا حبايبي. واحد بيقول من فضلك عظة ومحاضرة عن الذات فقط، شرح كامل وكيفية التخلص منها. لا مش هنقدر نتخلص منها يا صاحب السؤال. وأن نميز صوتها وكيف نصلبها لمجد المسيح. طيب يا صاحب السؤال، الذات والأنا مفيش حد قال إنك أنت تموتها، لكن قال لك أنت تنكرها. في فرق بين تنكر وفي فرق إنك تميت ذاتك. الذات لا تمات. تميت الإنسان العتيق من أجلك نمات كل النهار، وإنسانك يعني لا تستجيب لرغبات جسدك مهما كانت. ادي معنى كلمة الجسد انسان العتيق. اما الذات اللي هي الاناء دي تنكرها، والانكار يعني ما تستجيبش لها خالص. تقول لي طب واعيش بدون ذات؟ لا، تعيش بذات المسيح. احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. انا لما دخلت الكلية اللاهوت اول سنة 69 وبعدين روحت البلد، فرحت ازور واحد من قرايبي بيشرب سجاير كتيرة، وبعدين انا قعدت معاه وبكلمه وبقول له السجاير دي حرام. فقال لي هات لي آية في الكتاب المقدس تقول ان السجاير حرام. وانا كنت مبتدئ جديد ومعرفش مفيش في آية في الكتاب معنى فيه حسقيال 8 الذين يقربون الغصن الى انوفهم، بس انا ما كنتش اعرفها. فقال لي هات لي آية. قلت له كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق. وبعدين جاتني فكرة، ببص لقيت الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها صورة لمين؟ المسيح. رحت طلعت القلم الجاف من جيبي وجيت على بقه ورحت عامل له سجارة. عملت سجارة ببق المسيح. قلت له ايه رأيك في الصورة دي؟ قال له وصلت بيك الدرجة ان رب المجد تحط له سجارة في بقه؟ قلت له انت ما بتقول لي السجاير مش حرام؟ مش انت صورة الله؟ مش انت مخلوق على صورته؟ دي ورقة مخلوق على صورته. فده يورينا ان احنا حاجات كتيرة احبائي بندور على حاجات نقول لك احنا مش عارفينها، احنا مش شايفينها. الذات اقف ضدها على طول، لان ده فكر العالم. انا دايما بقول آية. ليه بتقول الآية محبة العالم عداوة لله؟ لا، ده محبة المال اصلا لكل الشرور، لكن محبة العالم عداوة لله. كلمة عداوة يعني ضد. عداوة يعني ايه؟ يعني ضد لله. ليه ضد لله؟ اصل العالم بيقول لك اثبت ذاتك. صح ولا غلط؟ في وظيفتك اثبت ذاتك، في حياتك الزوجية اثبت ذاتك، حتى في خدمتك اثبت ذاتك. لكن يسوع بيقول لك انكر ذاتك، ما تثبتش ذاتك.
إنكار الذات وتبعية المسيح، فالمجد كله يرجع لربنا يا أحبائي.